اهلا بيكم معانا مره ثانيه ومعانا فقره الصحافه الفنيه مع الكاتب الصحفي الزميل الاستاذ احمد سعد الدين. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا. منورنا. نورك. ربنا يخليك. سوري. احمد، الحاله الفنيه بصفه عامه قبل ما نبدا بالاخبار انت شايفها ايه؟ وانت طبعا متابع ليها بشكل يومي وده شغلك. يعني لو اتكلمنا على الحاله الفنيه نقدر نقول ان 2017 كدراما حتى الان ما اقدرش اقول ان هي هتبقى بنفس عدد مسلسلات 2016. ليه؟ واضح جدا الازمات الاقتصاديه هتطل بشكل اكبر في بعض المسلسلات حتى الان لسه ما ابتدتش، والبعض الاخر مرشح ان هو يتعثر. وفي عندنا مشكله في مسلسل اخر يمكن البطل بتاعه يعتبر اكبر نجم بيحقق مشاهده حققها في 2016، ولكن الطريق ضبابي جدا، مش عارفين هو هيصور مسلسله ولا لا. طب ده نقول ان هو يعني حادث عرضي. ده عرضي. خلينا في التعثرات الاقتصاديه. طب ما احنا بقالنا 6 سنين عندنا مشاكل، اشمعنى السنه دي اللي وضحت قوي هناك الازمات؟ الفرق كبير. في ال6 سنين كنت بتقولي الحاجه اللي كان ثمنها 5 بقت ب7، فبيحصل تعثرات. والسنه اللي فاتت لو نفتكر كان في حوالي 6 مسلسلات قبل رمضان عندهم تعثر بشكل كبير جدا، ودخل 2 دخل بالظبط تامر مرسي والناس دي سندوا الموضوع عشان يعدي، لان كان خلاص رمضان قرب. لكن النهارده مع تعويم الجنيه اصبح الحاجه اللي كانوا بيستوردوها وبيجيبوها او بيأجروها ب10 بقت ب30، فاصبح الرقم نفسه عالي. بالاضافه الى واللي بياخد 10 مش هتكفيه ال10 وعاوز 20. لا، ده اللي بياخد 10 بيحمد ربنا. هو بيحمد ربنا، بس خلي بالك بالنسبه للنجوم اصبح الحسبه حسبه اخرى. اللي هي ايه؟ بمعنى انا كنت باخد 10 مليون يا جماعه، كان بيجيب لي حوالي 2 مليون دولار. تمام؟ طيب دلوقتي الدولار اختلف فبقت ال10 مليون 500,000. فانا دلوقتي عايز اعادل الرقم، لا بس فعايز يعني اعلي شويه. يعني اعتقد ان مش للدرجه دي، الحسبه مش ماديه بحته قوي كده. خلي بالك ان انت والشركات الانتاجيه مش هتقدر يعني تواكب اجور الفنانين لو كانت مغالاه او فيها كم كيك جشع والطمع اللي انت بتقول عليه ده. متهيألي مش هينفع. جدا. ما تنسيش شيء مهم جدا، ان احنا برضو لما بنتكلم على نجوم الصف الاول عددهم مش كبير. ولو يا احمد العدد ولو يعني مع احترامي ليهم كلهم على الاطلاق، ما ينفعش ان انا الاقي المبالغه المميته في الاسعار دي، ولا انا اقدر استحمل، ولا مشاهد يقدر يتحمل الرقم اصلا، ولا الشركات تقدر تتحمل. ما تخلي غيرك يشتغل يا اخي. هل كنت تتحملي كلمه اجر فنان واحد تعدى ال50 مليون في 30 حلقه؟ والله من السنه لغايه السنه اللي فاتت كنا بنسمعها نقول واو، لكن السنه دي لو الموضوع اكتر من كده حتى لو مع تعويم الجنيه وكل حاجه، لا اوفر بقى. بالظبط. اوفر، ده استفزاز. فانت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في 50 60 مليون اجر نجم واحد، يعني مثلا ما يقارب 2 مليون جنيه في الحلقه، في حلقه واحده، في سبيل ان في واحد ماشي في الشارع بيدعي ربنا ليل ونهار يجي له 1000 جنيه. فهنا انت بتتكلمي على حاله مختلفه. طيب مع الاسعار اللي ضربت في 2 و3 وابتدت الحكايه حكايه ايه؟ ما هو بتضغط عليا انا كمخرج ويضغط عليكي كمصور. يعني ممكن نقول ان الازمه هذا العام في التعثرات هي ازمه اقتصاديه بحته، ما عدا بعض الحاجات اللي هي تعتبر بره. شوفي اللي بره تعتبر ايه؟ تعتبر حاجه بسيطه جدا. بعض المسلسلات اللي شغاله او منتجه مباشره من بعض القنوات الفضائيه الخارجيه هي اللي شايلاها. هي اللي شايلاها. لكن فيما عدا ذلك اعتقد ان العدد هيقل بشكل كبير جدا. تقريبا قد ايه؟ السنه اللي فاتت احنا وقفنا من 29 ل 33 34. السنه دي ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل ل 25. بص، انا في الفتره اللي فاتت احنا طبعا عشان متابعين بشكل يومي الاخبار، فاحنا عمالين نتكلم على كميه اعتذارات وكميه اعمال توقفت كتير قوي، فده اللي قلقني عشان كده بسالك. ما هو ده، لان دلوقتي التعثر بالنسبه للمجموعه قصه الدراما كلها هي في الاول وفي الاخر عمليه اقتصاديه بحته. فعشان انتج لازم يكون معايا فلوس. ولان الدراما فعلا يعني بتدخل ربح. ما هي بتدخل ربح او بتشغل ناس. بالظبط. بس ما تنسيش نقطه،
الموضوع مش الغلاء فقط، برضو عشان نبقى فاهمين. تمام. يعني انا النهارده كشركه بنتج كام؟ بنتج 4 مسلسلات 5 مسلسلات، باجي ابيعهم بلم حقهم على سنه. بعد كده بنتج 5 تانيين للسنه الجايه. رمضان 2016 حتى الان فلوسه ما كملتش، بمعنى المسلسلات اللي اتباعت لبعض القنوات ما قدرناش ان احنا نجيبها نحصل فلوسها. نحصل فلوس. في شركات ما دفعتش الاجور بالظبط. للممثلين. فانا النهارده لو كنت بنتج 4 5 مسلسلات، لو انتجت مسلسل واحد هنا رقميا هقول لك نزلت، ولكن انجاز ان انا اعرف انتج مسلسل. القوه الاقتصاديه اصلها زي القوه الشرائيه بالظبط، بمعنى انت بتبيع، باخد انا فلوس بنتج بيها تاني. الدايره دي حتى الان فيها تعثر، لان فيها حلقه مفرغه ما كملتش، ودي بدايتها من 2015 لو نفتكر، مش 2016 بس. وده اللي عمل تعثر في بعض الاعمال اللي كانت قبل رمضان اللي فات. الاعمال دي لحد النهارده ما كملتش كفلوس. هدخل السنه الجايه او رمضان الجاي وانا ما معيش ان انا اكمل المسلسل ازاي. على هذا الاساس بنقول ان ممكن عدد او رقم المسلسلات هيقل عن الاول. طيب ده جانب سلبي. طب احنا ممكن نحوله لجانب ايجابي؟ ممكن. طب ازاي؟ ممكن استغنى عن الكم في عدد المسلسلات، بس اعمل سيناريوهات كيف اللي هو سيناريوهات جيده. انا معاك، بس الكم بيعمل عمليه تشغيل للعماله. ما انا المسلسل مش فنان ومخرج وكاتب، انت في جيش من الفنيين والعاملين والديكور والناس اللي بتاكل والناس اللي بتشرب شاي، ده كل دي ناس بيدخل لها دخل. انا هقول لك على حاجه، اقل مسلسل بيتذاع في رمضان ال 30 حلقه بيشتغل فيه كام واحد؟ 300 400 وممكن يوصل ل 1000. بالظبط، ممكن يوصل ل 1000، لان مش هم اللي قدام الكاميرا طبعا، والاهم والمحتاجين هم اللي ورا الكاميرا. بالظبط، ده اللي انا بقوله لك. انت لو انت اتكلمت على الكم دي مشكلة. والكيف، الكيف على عيني وعلى راسي وكلنا بننادي بالكيف، ولكن الكم عمليه تشغيل للسوق للكساد اللي موجود. هي دي مشكله احنا فيها يبقى احنا نحلها ازاي بقى؟ اقول لك تحلها ازاي. مش ان احنا بالكم والكيف، بتقليل الاجور ونتقي ربنا شويه بقى. يعني الفنانين يقللوا نقدر بدل المسلسل يا احمد نعمل، يعني المنتج لما يعمل مسلسل يكلفه 50 60 مليون، يعمل بيه 5 6 مسلسلات، المسلسل تكلفته 4 5 مليون 6 مليون، هيعمل 10 مسلسلات مش جميل. مسلسل واحد، وهتشغل قد ايه؟ اللي انا بتكلم فيه كلمه تخفيض الاجور ما تكونش على الناس الضعيفه، تكون على النجوم الكبار. النجم اللي بياخد 50 مليون لو اخد 30 هيعمل بالرقم الفرق ده مسلسل لوحده. وبعدين مثلا هي والمستحيل قصه اهو كيف مش كم، وقصه كانت 15 او 13 حلقه، وكان وقتها الحديني وصفاء ابو السعود مش هم السوبر ستار، فتحيه بس القصه وفتحيه العسال هم كانوا هم النجوم، البطل، هم النجوم. فانا مش لازم اتكلم في النجم اللي بياخد كذا ويخفض، لا، انا عندي نجوم كتير، هاتهم وشغلهم واعمل كيف كويس، هذا الموضوع واعمل كم هايل. انا اتكلمت فيه ايام قطاع الانتاج من 3 4 سنين. يا جماعه بعد 2011 في 2012 نعمل حاجه مهمه جدا. كان عندي وجوه جديده متمثله في عمرو يوسف، محمود عبد المغني والشله دي، وحتى هذه اللحظه ارقامهم مش مبالغه، يعني ما كانوش ارقام كبيره. صحيح. خد دول واعمل بيهم مسلسل ب 7 8 مليون ومضيهم على 3 سنين، وابو 60 مليون اللي عايزه يا عايزه مش عايزه خلاص خليه قاعد. هتنجح وهتذيعه على التلفزيون المصري وهتشغل كل الناس الموجوده، وفي نفس الوقت هتدي خدمه للمشاهد. ما اتعملتش، اتعملت بره وشفنا مسلسلات صحيح. زي رقم مجهول، زي المواطن اكس، زي ما تكلفش حاجه ونجح، واصبحوا دول دلوقتي نجوم وبياخدوا ملايين. طيب احنا دي مشكله عايزه لها حلقه بقى، مش عايزه لها فقره فنيه، فعشان احنا عندنا اخبار فنيه كتير. ربنا طبعا يعني يسهل الامور، ونتمنى ان كل السوق الدرامي، لان هو ده سوق دخل وربح، والفن صناعه، يعني الفن على مستوى الدراما او طبعًا. الاذاعه طبعًا. او المسرح او السينما طبعًا. هو صناعه من الدرجه الاولى، وتدر دخل قومي كبير جدا، وبتشغل آلاف
بالظبط. داخل هذا العمل بالظبط. اللي الناس شايفاه ان انا بقول على لك الناس اللي الشاشة بتعمل 2 الشاي 3 لا معلش واللي ده ورا بتعمل الاكل دول بيشتغلوا طبعا. الناس بتوع الديكور، بتوع المكياج، بتوع الملابس، بتوع الكلاكات، عمال الانتاج العمال، والكلاكات الاضاءه، والكلام كل ده. كل ده يا جماعه يعني حرام والله العظيم. يلا خلينا نتكلم في كلام نهائي عن هجرة الصعايدة. وهجرة الصعايدة هيبدأ تصويره الثلاث المقبل، واستقر محمد فوزي منتج المسلسل على تصوير هجرة الصعايدة بعد تعثرات برضو الحمد لله هم ماشيين على 7 فبراير القادم يوم الثلاث، وده آخر موعد تم تحديده لأن هم بينتهوا من إجراءات الديكور والتحضيرات. والله هو طبعا حاجة جميلة جدا ان احنا نشوف المنتج الكبير استاذ محمد فوزي انه يقدم لنا مسلسل جيد، لان السنة اللي فاتت كان في كده تاتشات ما كانتش لذيذة. انه هو عمل مسلسل حتى الآن احنا يعني مش عايزين نقول ان هو غير جيد. ده كان مسلسل ايه؟ كان مسلسل الفنان محمد منير. هو طبعا كان في مشاكل على كان في مشاكل كتير بس يعني هو خرج في الاخر بشكل يعني انا كويس. مش بقول لا، بس انا دلوقتي بتكلم على مسلسل له قيمه، خاصه ان وفاء عامر قالت احنا اخترنا المسلسل ده من ضمن اكتر من 10 اعمال اتعرضوا عليها، فاتمنى ان هيبقى افضل. النقطه اللي انا بتكلم فيها هجره الصعايده هيبتدي 7 فبراير. هيقعد كام يوم تصوير؟ يعني شهرين 3 شهور. لا، هناك فرق. ساعات بنكتب على الورق المسلسل ده عنده 90 يوم تصوير، لكن ال 90 يوم فجأة بيبقوا 150. ليه؟ لأن برضه عدم الالتزام بالوقت. لا أنا بقى هقول لك بنفضل لحد 28 رمضان لا أنا نصور هقول فيه. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على ضغط التكاليف عشان ضيق يد الانتاج. تمام. فاعتقد ان المنتجين لعبوا لعبه ذكيه، طبعا هم عندهم حق كويس ان هم بينتجوا يعني. طبعا. ان انا باخر عشان اقلل اسابيع التصوير، لان هم بيقبضوا بالاسبوع، في ناس اللي هم الفنيين والعاملين بيقبضوا بالاسبوع غير النجم. بالظبط. فااجل واعمل وقت قصير قوي عشان انا في خلال شهرين اضغط تكاليف ده شيء واخلص جيد. قبل رمضان. مش هقول لك لا، ده شيء جيد، بس يهمني انا بقى كصحفي، كناقد، كمشاهد، ان العمل يكون كامل قبل رمضان. لا هو بيبقى كامل ان شاء الله صوروا على الهوا، لكن مش على الهوا بقى. دي مشكله بتبقى يعني بنفضل في الاخر، لان ما تنسيش ان هتلاقي ممثلين شغالين في اكتر طبعا من عمل طبعا. فدي بيحصل لخبطه. ولكن هجره الصعايده نتمنى، لان من اسمه هجرة الصعايدة. هجرة الصعايدة من الجنوب إلى الإسكندرية، وأعتقد إن كان في يعني مجموعة كبيرة حدثت يعني في فترة من الفترات بهجرة إلى الإسكندرية وتمركزوا هناك، ودي القصة اللي هنشوفها مع عمرو عبد الجليل ووفاء عامر. طبعا قدمت شخصية الصعيدية في كذا عمل وكانت جميلة ورائعة. اللهجة الصعيدية ليها سحر. هل هنضم هذا المسلسل لذئاب الجبل والضوء الشارد وغيره وغيره ولا ايه؟ لا هنضم. يبقى نتمنى ده. نضم ان شاء الله. احنا عندنا ناس جامده قوي في التمثيل يا ريت. وفي الانتاج وفي الاخراج، بس يا رب يا رب الدنيا تسهل شويه يا رب كده ان شاء الله. فريال يوسف هتقف امام صديقتها غادة عبد الرازق في ارض جو الاربعاء القادم ان شاء الله. فريال يوسف بتهيألي كانت فتره غابت كده. فريال تقريبا بقى لها سنتين من الوان الطيف. تقريبا من الوان الطيف بقى لها سنتين كانت متغيبه. ليه؟ والله دي بقى يعني هي قليله التواجد والظهور. وكمان ما تنسيش حاجه، ان فريال هي اصلا ممثله تونسيه. اقامتها الاساسيه كانت في تونس. فالتباعد ده ما كانش مبين لنا هي ليه غايبه. هل غايبه بمزاجها ولا ما اتعرضش عليها اعمال؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن هي قدمت في يوم من الايام مسلسل مهم جدا مع خالد الصاوي ورانيا فريد شوقي اللي هو خاتم سليمان، وقدمت دور وشخصيه جميله جدا الناس حبتها فيه. اتحطت في منطقه معينه مع الشكل بتاعها، الشكل والجسم وطريقه الكلام الانسان المحبه مهما شدت ورخت ولكن فيها جواها المحبه. نتمنى ان هي تقدم لنا يا اما شخصيه على نفس القيمه اللي قدمتها قبل كده، يا اما لون جديد
نحب ان احنا نشوفها فيه، لان هي وشها معبر. ان شاء الله. وطبعا احنا بنتمنى لها التوفيق. ارض جو هتبقى فيه مع غاده عبد الرازق، هتبقى هي فيه مضيفه طيران، وهيبقى في ليهم صديقه ثالثه هي الفنانه ناديه خيري. والمسلسل بطوله احمد فؤاد سليم، عبد الرحمن ابو زهره، محمد كريم، واحمد عبد الوارث، مها ابو عوف، وطبعا اخرين. تاليف محمد عبد المعطي واخراج محمد جمعه. هيبقى حصري المسلسل السنه دي برضو ولا إيه؟ يعني قناه، اصل غاده السنه اللي فاتت ظلمت بمسلسل اتظلمت الحصري في بتاعها. المسلسل الحصري، ولكن انت في كلمه الحصري حتى الان ما عادش حد عارف هيبقى في حاجه حصريه ولا ممكن تتباع تاني، ما هو لان لو شركه الأزمات. انتاج بتسوق، ما هو خلي لكن بالك لو الموضوع مش كده. القناه الموضوع ان ممكن قنوات تشتريه هتبقى حصري، ولكن لو حصل تعثرات يدخل معها قناه تانيه او يدخل منتج اخر، فكل الكلام ده مش هيبان غير قبل رمضان باسبوعين، فيما عدا قناه واحده مش هنتكلم عليها هي دي اللي بتنتج لنفسها وبتدي ارقام غريبه لا هو عندهم مشكله. عندهم مشكله عندهم تانية مشكلة السنة دي. عندهم مشكله تانية خلينا نتكلم في المشاكل. أسرة الكنز تواصل تصوير مشاهد هند صبري، وهند صبري برضو كانت متغيبة من إمبراطورية مين اللي قدمتها من 3 سنين تقريبا، ولا 3 سنين، وبعدها ما ظهرتش هند صبري غير السنة دي إن شاء الله في 2017 هتظهر بمسلسل الكنز. الكنز هيكون تأليف عبد الرحيم كمال طبعا رائع، وبطولة محمد رمضان. ايوه محمد رمضان المفروض محمد رمضان محمد ومش رمضان. حصري. وهو الموضوع مش حكايه حصري، الاساس هنا بقى هنسيبنا من الحصري وغير الحصري. الموضوع الاساسي هل محمد رمضان هيقدر هيصور المسلسل ولا مش هيصوره؟ طب هو محمد رمضان مش قادر يقرر موقفه من مسلسل واحد هو ماضي من السنة اللي فاتت. المشكلة مش حكاية ان هو ماضي او مش ماضي. محمد رمضان النهاردة ما اصبحش ملك نفسه، لانه دخل التجنيد قوات مسلحة، فاصبح النهاردة عشان يخرج من القوات المسلحة يروح يظهر في برنامج، مش هقولك ان هو يصور بس مسلسل، لازم تصريحات. حتى الان مش واضح قدامنا الدنيا فيها ايه. السؤال الاهم، هم هنا ابتدوا يصوروا مشاهد بعيدة عن محمد رمضان، ده في الكنز ولا ده في المفروض إيتو اللي هو حمادة وإيتو اسمه ولا اسمه مش فاكر اسم التاني. لكن حتى لو كده لما ابتدوا يصوروا المشاهد اللي ما فيهاش محمد رمضان، ايه مصير هذا المسلسل؟ مش ده برضو سؤال مهم؟ محدش عارف هيحصل فيه ايه. النقطة ان محمد رمضان اعتقد هو جيشه مش سنة، جيشه 3 سنين، 3 سنين او لأن سنتين، هو لسه لأنه هو طالب في ما المعهد. خلصش. بس هي المشكلة مش في كده، المشكلة هل هو يعني لحد دلوقتي احنا مش فاهمين هو أقبل على خدمة، على دخول الجيش ازاي؟ هل هو اللي دخل بنفسه ولا التجنيد طلبه ولا كان ايه بالظبط؟ انا ما اعرفش طبعا، ما هو دي ما بقى دخلتش النقطة. الجيش قبل كده بس هو قال قبل كده انا يعني محمد رمضان هيتقدم، اختلفنا او اتفقنا على ما يقدمه، هو راجل بمعنى الكلمه، انا معاك، وانسان جميل طبعا. وهو قال انا هخدم وليا الشرف ان انا اخدم في سينا نفسها، تمام، وقال انا هروح اتطوع. اعتقد ان هم يعني ابتدوا يشوفوا محمد رمضان هيطوع مش هيطوع، لقوا في عنده جيش، طب تعالى. هو عارف ان هو عنده جيش وهو اللي قدم ورقه، مش هقول لك لا. ولكن طيب انت هتخدم بلدك، الجيش ممكن يستغلك ازاي؟ يستغلك بالمعنى الايجابي مش استغلال بالمعنى السلبي. هل هتبقى عسكري وبس ولا ممكن تمارس نشاطك الفني؟ انا لو من الجيش ايوه اخد محمد أنتج رمضان مسلسل. والله السنتين مسلسل وثلاث افلام 73. ايوه نصر احنا عندنا مرار بنشتكي منه، ما فيش حد بيعمل انتج لي، وعندك الشؤون المعنويه وانت موجود في الكتائب واديني اللي انت تدوني، وعندك الممثل. حتى الان الدنيا مش واضحه، مش واضحه على محمد رمضان. عشان كده لحد دلوقتي يعني في ناس عندها شك بنسبه 50% ان محمد ممكن ايه يصور مسلسل. بص هو لو جاء يعني اعتقد ان هو يعني حتى انت بتأدي مهمه وطنيه وعسكريه، بس اعتقد ان هم ما عندهمش الجمود ده، هيكون في نوع من انواع المرونه تقدر توضح له بعد كده هو هيصور ولا مش هيصور. انا مش بتكلم على الجمود لسبب، ما احنا كان عندنا قبل كده نماذج اخرى. يعني الفنان هاني شاكر في يوم من الايام قالوا ان هو كان في الجيش ومش الجيش والكلام من ده، وكان بيغني في حفلات.
وغيره وغيره. تصاريح. تمام. لكن هو الاساس امتى ممكن يطلع له تصريح يصور ولا لا؟ لان انا مرتبط بوقت. لا دي حاجه ترجع لهم بقى، ما احنا هو مش هنا مش النقطة هننجم بقى. اللي احنا بنقول فيها. انا مرتبط بوقت، يعني لو طلع التصريح الاسبوع الجاي هيصور، لو طلع التصريح بعد شهر ونص ما ينفعش يصور، لان الضغط خلاص الوقت ما فيش وقت، وبعدين انت هتنتهي. بتتكلم في مسلسلين. بالظبط. فهنا انا مش قادر اقول ولا، لان مش مفهومه. تمام. ومحدش يقدر يقول او لا غير اداره القوات المسلحه. تمام. طيب يعني هم الكنز هيبتدوا تصوير وهنشوف. هو مع روبي محمد رمضان، هالة صدقي، احمد رزق، هيثم احمد زكي، امينه خليل، وعدد اخر من الفنانين. ويعني الموضوع ضخم انتاجيا زي ما هو مكتوب. ومن طالما وجود محمد رمضان هيبقى ضخم. يعني والله والاسماء اللي موجوده فيه عبد كبيره. الرحيم كمال عبد الرحيم كمال اصبح نجم يتباع باسمه مسلسل. انا اشوف لعبد الرحيم كمال لو جاب ممثلين مبتدئين في المعهد هيعمل شغل. هتفرج على شغل اسمه عبد الرحيم كمال. والشغل يعني للي بيفهم شغل مش مرتبط باسم الفنان بس، انا اتفرج لشغل الفنان كويس، لكاتب كويس، لمخرج كويس. واقول لك على حاجه اهم، عبد الرحيم كمال ابن هذا المبنى. طبعا عبد الرحيم كمال فخر. هو وناصر عبد الرحمن وهالة خليل ابناء هذا المبنى تحديدا. وياما قعدوا هنا سنوات طويله. وهالة كانت معانا في المتخصصه. وعبد الرحيم وناصر كانوا الاثنين في المتخصصه. يعني دي كفاءات موجوده. احنا دايما ماسبيرو هو يعني يعني نبع الكنوز اللي موجوده والله العظيم في المجال الفني كله، مش في مصر، في الدول العربيه. ماسبيوريه وافتخر. طبعا. لا انا بقول لك في كل الدول العربيه، مش في مصر طبعا بس. طبعا يعني كل الناس. خلينا نتكلم على مسلسل فوبيا. المسلسل هيستأنف تصويره غدا، ومسلسل فوبيا خدت اجازه 4 ايام، بدأت من الثلاث اللي فات بسبب تغيير الديكور زي ما اكد المخرج عادل الاعصر، وقال ان في ديكور جديد لاحد القصور بيطل على النيل على منطقه المنيا لاستئناف التصوير بكره ان شاء الله السبت. وكل المشاهد هتتجمع بين شيرين ولطفي لبيب والفنان السوري عبد الحكيم قطيفان. وقال ان هو انتهى بالفعل من تصوير عدد من المشاهد في المسلسل. مسلسل فوبيا بتتضمنها احداث العمل في مناطق متعدده، ومسلسل تأليف طارق بركات. يعني عادل الأعصر مخرج سينمائي اولا، ثم اتجه للدراما. عمل اعمال جيده جدا. يمكن مش هننساله ان هو اخر مسلسل في حياه فنانه فاتن حمامه كان هو المخرج لو نفتكر، اللي هو وجه القمر. بيعمل اعمال جيده، لكن هنا توقف المسلسل اللي هي مده 4 ايام و5 ايام ده بيبقى في حاجه في المسلسل اسمها تغيير ديكور. يعني انا عامل هنا شركه جم صوروا مشاهد الشركه، هغير، يبقى عشان اغير بياخد وقت ابني ديكور فيها. فده شيء جيد ان هم ابتدوا وصور مجموعه مشاهد كبيره، ونتمنى ان احنا نشوف مسلسل يليق بقيمه عادل الأعصر كمخرج ومجموعه الفنانين اللي معاه، سواء شيرين او لطفي لبيب او عندنا مجموعه من الفنانين برضو. احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه ان هم اصابتهم التعثرات السنه اللي فاتت، زي امير كرارة مع مسلسل الطبال اللي اتغير كذا مره وتوقف كذا مره الى ان خرج. وناس كتيره في المسلسل ده اعتذرت عن اشتراكها في المسلسل، اللي اعتذر في الكتابه واللي اعتذر في الاخراج واللي اعتذر في التمثيل، كان في مشاكل كتير. بيعود مع امير كرارة السنه دي بمسلسل الكلبش. امير كرارة كحاله فنيه شاب جميل، لكن هل هو حط نفسه في اطار كده مش قادر يخرج منه، ولا هو ابتدى يخرج منه؟ ايه رايك يا احمد؟ حتى الان انا اقدر اقول ان امير كرارة دخل في منطقه، في كورنر كده، وقفل على نفسه. ده كويس ولا وحش؟ هو ده لا، بالنسبه للفنان ما يبقاش كويس. لاسباب كتيره. مش هينفع ان انا اشوف لون واحد من الفنان على طول، لان بعد شويه هيحصل ملل. وخير مثال على كده الليمبي. شفت الليمبي؟ احنا كان كل الناس فرحانه بيه في البدايه، بس بعد 3 اعمال ابتدت الدنيا تهدى. بعد 10 اعمال ما حدش بيشوفه. فهناك فرق. امير اعتمد على الشكل والجسم والجانب الغربي في الشكل الدرامي. وشفنا حواري بوخارست، وشفنا مش عارف ايه، يعني الحياه فيها شكل معين. امير حتى الان انا شايف انه مش قادر يخرج من النقطه دي، مع ان هو لو خرج
هيبقى افضل، لان هو يمتلك مقومات الامكانيات الفنان، والمقومات. صادق في تمثيله. بالظبط. اه فهنا وحتى الان عنده قبول من شريحه الشباب، صحيح. الشباب الصغير اللي هم طلبه الجامعه، فيقدر يستغل ده ان هو يغير اللون اللي هو بيعمله. لكن لو فضل في اللون ده على طول موضوع مقلق. كمان هو يمكن عشان ارتبط بشركة إنتاجية واحدة على مدار ممكن يكونوا بيدوا بعض شكل معين ما بيعرفوش يخرجوا منه. يعني ده ممكن، التيم الواحد ده يعني. ممكن. مش هقول لك لا. طب ما انا عندي ناس كتير بتشتغل مع شركه انتاج واحده ومؤلف واحد. الفنان عادل امام بقى له 10 سنين او 12 سنه مع مؤلف واحد. بس ذكاء عادل امام، الذكاء بالظبط. الاجتماعي والفني اعتقد ان هو متفرد فيه، بيقدر يلون نفسه. بيقدر يلون. بس انا بتكلم على ايه؟ ما هو ما ينفعش الكاست يبقى كده في لون واحد. لازم في حد يقول ولا. طب انا عندي ثنائيات كتيره جدا حصلت، مخرج ومؤلف، او مؤلف ونجم، او منتج ومؤلف. تمام. المشكله في ايه؟ ذكاء النجم ان انا قدمت لون اغير. فنان احمد زكي ايه اللي خلاه فنان كبير؟ كان بيجي اتقال له مره انت بتقدم افلام حلوه قوي وافلام بالعربي كده او بالبلدي هلس، واتذكر اكتر من اسم. قال لهم يا جماعه انا بقدم فيلم يرضي غروري الفني زي الهروب. كل الناس هتسقف لي، وبقدم لكن كابوريا. بعدها هقدم كابوريا عشان الشباك يقول كلمته. وبعد كده هقدم ضد الحكومه. يعني شوفي هو مشي بخطه لأنه صحيحه. ذكي يعني برضه ذكاء احمد زكي الله يرحمه. ما قدمش حاجه واحده وما لعبش في الجانب واحدة. التجاري بس. صحيح. فهنا الفنان لازم يكون ذكي. قدم البيه البواب، قدم البيه البواب، وقدم معالي الوزير، والراقصه والطبال. بالظبط. هو قدم كل الالوان لدرجه ان انت وثلاثه في مهمه رسميه باين، او أربعة في مهمه رسميه. وقدم الهروب. قدم مجموعه جميله جدا من الاعمال، وقدم كابوريا وجمال عبد الناصر وانور السادات وكل ده. ماشي. وعمل افلام تجاريه ولا ما عملش؟ بس تقدري تقولي احمد زكي عمل افلام تجاريه بس؟ هقول لك لا. عمل افلام لها قيمه نقديه بس؟ برضه لا. هو عمل مزيج ما بين الاثنين، وده الذكاء. صحيح. هنرجع تاني لأمير كرارة. وأمير كرارة السنة دي داخل السباق الرمضاني في 2017 مع المخرج محمد بكير، وحدد المنتج العمل محمد عبد الحميد منتصف الشهر الجاري للبدء في تصوير العمل، وهو كده غير المنتج. هو كان مع دينا كريم 3 سنين أو 4 سنين بس تقريبا. محمد بكير بيعرف يخرج من أمير كرارة شغل صحيح. جيد. يعني محمد بكير ليه أسلوب في الإخراج بيمشي على النجم، فهو هنا بيعرف يتعامل جيد جدا مع أمير كرارة. ممكن المنتج يتغير، أصل أنت في الآخر لو عندك ورق كويس وعندك كاست العمل جيد، ممكن منتج آخر يدخل معاكي بسهولة. لكن هدور على منتج الأول وبعدين نشوف هيكتب إيه. هي دي المشكلة اللي بنقع فيها. بس نتمنى ان العمل ده يكتمل ونشوفه في رمضان. يا رب يا رب ما توقف اي عمل لاي حد. خلينا نشوف حسين فهمي بينضم لمجموعه مسلسل الدولي لباسم سمره ورانيا يوسف. وانا لسه قاريه بقى خبر ان المسلسل ده توقف. احمد وفيق وباسم سمره ورانيا يوسف، وقالوا ان رانيا اعتذرت، وبعدين قالوا ان رانيا رجعت، وبعدين قالوا المسلسل وقف، وادي حسين فهمي بيتعاقد. ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني احنا لو اتكلمنا على الفنان حسين فهمي، حسين فهمي السنه اللي فاتت ما كانش ليه وجود في رمضان. يمكن كان السنه اللي قبلها مع كريم عبد العزيز كان موجود، لكن السنه اللي فاتت ما كانش في السباق الرمضاني. كون ان هو يختار مسلسل السنه دي فده شيء جيد. لكن الاهم هل المسلسل هيكتمل ولا لا؟ قبل ما نتكلم في الجانب الانتاجي نتكلم في الجانب النقدي او القيمه العمليه للمسلسل. اختيارات حسين فهمي في الفتره الاخيره اختيارات جيده. يبقى المسلسل له قيمه، بيقول كلمه او بيدي رساله مهمه جدا. الجانب التجاري حتى الان كل المسلسلات اللي احنا بنتكلم عليها مفيش حاجه منها مضمونه ان هي تكتمل ولا لا، على الاقل في الوقت الحالي. صحيح. فانا ما اقدرش اقول او لا، لان احنا في السنه اللي فاتت وقفنا قبل رمضان باسبوعين
وكان بعض المسلسلات مش هتكتمل. صحيح. طب عشان اخر خبر معانا واخر حاجه، تامر حبيب بيعلن عن الاسم الجديد لمسلسل هند صبري فور اختياره. انا عارفه ان تامر حبيب بيعمل اللي هو المسلسل المتحول لفيلم بتاع بشير الديك. بتاع بشير الديك. بتاع بشير الديك. اللي هو شمس، عندما تغرب الشمس او حاجه زي كده. حاجه كده. اللي هو كان بتاع فاتن حمامه واحمد مظهر وشكري سرحان. لا ده كان حاجه في الثمانينات. لا هو عامل مسلسل، هو محول الفيلم لمسلسل. في النهايه لا تطفئ الشمس. لا تطفئ الشمس. مش ده عشان كده لا تطفئ الشمس. انا عايزه وعامل مسلسل تاني اللي هو حلاوه الدنيا ده ولا ايه؟ لكن هو تامر حبيب عنده القدره ان هو يكتب اكتر من عمل في اوقات متقاربه. يمكن السنه اللي فاتت شفناه في جراند اوتيل، هو رائع وكان تامر، رائع بشكل كبير. السنه دي ممكن نشوف له اكتر من عمل. وجود اسم تامر حبيب في الوقت الحالي على اي عمل اصبح 50% من النجاح. صحيح. لان انت عندك ثقه في تامر حبيب. صحيح. زي عبد الرحيم كمال، انا اشوف لتامر حبيب اشوف لعبد الرحيم كمال. زي قبل كده ما احنا كنا بنقول محمد صفاء عامر، بنقول مع حفظ الالقاب طبعا، اسامه انور عكاشه، محمد جلال عبد يسري الجندي. يسري الجندي. دول اسامي اصبحت ليها بصمه. تامر حبيب وصل لدرجه ان انت النهارده ساعه ما تقولي تامر حبيب انا هشوف مسلسل جيد مع هند صبري، وهند صبري ليها خط كده بتمشي عليه. بس يعني هند صبري المسلسل عايزين ده نتكلم غير في بتاع هند محمد صبري. رمضان. هند صبري ازاي هتعمل مسلسل؟ بالظبط. برضه هل التصوير دلوقتي لا اخبار النهارده انا متفاجئه بيها بصراحه. وفي مسلسل يتذاع في رمضان ده ومسلسل بعديه؟ لان من المستحيل ان نجم او صف اول يعمل مسلسلين ويتذاعوا في نفس الوقت. صحيح. يعني دي برضو اصدق مين؟ مش حكايه، انا ما اقدرش اصدق حد خالص غير قبل رمضان ساعه ما تنزل الخريطه. صح. ليه؟ لان اوقات كتيره جدا بتبقى عامله حسابك على حاجات كتير والخريطه بتتغير. بس لوجيك مفيش نجم هيبقى له مسلسلين في وقت واحد. بص يعني احنا نتمنى ان العمليه الدراميه والحركه الدراميه وصناعه الدراما في مصر تستمر وتتوسع ويبقى في انتاج عالي جدا، ونشوف كل النجوم بيشتغلوا كل حاجه وكل الناس بتشتغل. بس طبعا يعني نتمنى ان ما يكونش في تعثرات، وتكون التعثرات دي عشان ظروف انتاجيه او ظروف اقتصاديه، ممكن تعثرات لاختلاف لتاجيل، لكن ما يبقاش يبقى في. طب ممكن اضيف على امنيتك حاجه؟ اتفضل. انا اللي انت بتقوليه انا مقتنع بيه. انا هضيف حاجه واحده، حتى لو كل نجم ليه مسلسلين، انا عايز مسلسل في رمضان ومسلسل بعد رمضان. يا ريت. هنا انا بفتح اسواق جديده طبعا، واقدر اخلي المشاهد يتفرج على حاجه جديده. ما ينفعش ان انا وبنكسب منه وبيبقى في اعلانات منه، والموسم الموازي تفضل تتعاد 11 شهر اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه 5-6 اعمال. ليه 5-6 اعمال في الموسم الموازي؟ السنه دي بقى اقل موسم موازي. يعني السنه اللي فاتت في الموسم الموازي بعد رمضان كنا بنشوف 3-4 اعمال، السنه دي في عملين او 3 بالكتير قوي، عشان في بعض القنوات الجديده مواسم جديده. صحيح، مواسم جديده ودي ليها جمهور، وكل قناه تنتج. يا ريت نتمنى احمد سعد الدين بنشكر وجودك معانا جدا، ونتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تبقى فتره كده فيها انفراجه اقتصاديه على كل المستويات، طبعا على المستوى الدرامي. يا ريت يا رب ان شاء الله. شكرا ليك وجودك معايا، وهنروح لتقرير لكل الاحداث الفنيه اللي حصل الاسبوع اللي فات، وبعد كده نلتقي بفقره جديده من فقراتنا النهارده في مساء الفن مع زميلتي الجميله ايات اباظه.